السلام عليكم يا أحلى متابعين. بنبدأ كلامنا بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا إشعار بكل جديد بنعمله. فيلمنا بيبدأ في سنة 2023. جنود مسلحين ومعاهم أجهزة تحديد موقع بتقنيات عالية جدا بيكونوا في طريقهم للمختبر المؤقت للدكتور بوستر ستوكمان عالم الوراثة اللي بيشتغل في معهد الأبحاث، وبيطاردوه لأنه أنتج حشرة متحولة. طردوه لكنه ما بطلش شغل وعمل مختبر مؤقت بينتج فيه حيوانات متحولة جديدة تكون هي عيلته، لأن ما كانش عنده عيلة أو ناس تانية تعيش معاه. وبنعرف إنه كان شغال مع ست اسمها سامانتا، لكن لما عرف إنها تستخدم أبحاثه كأسلحة نووية هرب منها وأخد كل أبحاثه معاه. الجنود بتهاجم المختبر وبيحاولوا يقضوا عليه، لكن الحشرة المتحولة بتيجي تدافع عنه فبيحاولوا يقضوا عليها هي كمان وبيضربوها بالنار في المختبر، وبينفجر المختبر كله وبيتصاب الدكتور ستوكمان وبيموت. وكان فاكر ان الحشرة كمان تم القضاء عليها، وبينهب الجنود كل حاجة في المختبر وكل ابحاث الدكتور ستوكمان وبيسلموها للدكتورة سامانتا. بعدها بينتقل المشهد لبعد 15 سنة، وبيكون في مجموعة سلاحف مقنعة في مدينة نيويورك بتخاف في وسط الظلام علشان البشر ما تشوفهمش، وبيشوشوا كاميرات السوبر ماركت وبيدخلوا ياخدوا حاجات ياكلوها. وبعدها وهم ماشيين بيشوفوا ناس قاعدة تتفرج على فيلم فبيقعدوا يتفرجوا معاهم وبيراقبوا تصرفاتهم وما بيتفرجوا، وبيقولوا لبعض ازاي البشر بيشكوا في وجود سلاحف متحولة زيهم، وان طبيعي يكون موجودين معاهم في العالم وهم بيتفرجوا. وبيحس ليو بالحزن لأن هو واخواته عمرهم ما يعيشوا لحظات تجمعهم بسلاحف متحولة زيهم كده، لأن للأسف مفيش غيرهم. وبيرجعوا المجاري تاني وهم زعلانين، وبيكون سبلينتر المعلم بتاعهم مستنيهم وهو قلقان علشان اتأخروا. ولما بيسألهم عن سبب تأخرهم بيحاولوا يلاقوا أي حجة، لكن ليو ما بيعرفش يكذب وبيقول إنهم كانوا بيتفرجوا على فيلم مع البشر. فبيغضب المعلم وبيقول لهم إن البشر وحوش خطيرة، ولو شافوهم هيحبسوهم في أقفاص ويعملوا عليهم تجارب وممكن كمان يقتلوهم. ولما حس ان التحذيرات دي ما بقتش تجيب نتيجة معاهم، قرر يحكي لهم قصة من وهو صغير لما كان فار عادي زي بقية الفئران، والبشر كانوا بيعاملوه كأنه مرض وبيضربوه وبيطردوه، وما كانش عنده عيلة ولا أصحاب، وكان وحيد لحد ما لقى صرصار وبقوا أصحاب، لكن البشر قتلوه ورجع وحيد تاني. وقتها نزل المجاري ولقى 4 سلاحف صغيرة ولطيفة حبهم جدا، لأن دي المخلوقات الوحيدة اللي ما كانتش عايزة تاكل سبلينتر ولا تقتله، وقرر يعيش معاهم ويخلي باله منهم. لكن فجأة في سائل أخضر وقع عليهم وكان من اختراع البشر، وتحولوا كلهم وبقوا عيلة واحدة ما بينفصلوش أبدا. ولما كبروا شوية كان السلاحف مهووسين بالعالم البشري، فقرر سبلينتر ياخدهم ويخرجوا يتفرجوا على البشر والمدينة. لكن ده كان أسوأ قرار أخده، لأن البشر ضربوهم واستغربوا وجودهم وكانوا هيقتلوهم، لكن سبلينتر أنقذهم وأخدهم وهربوا، وقرر إن عمره ما هيخرج بيهم من المجاري تاني أبدا، وقرر يعلمهم فنون الدفاع عن النفس علشان محدش يقدر يأذيهم. لما خلص سبلينتر الحكاية قال لهم ان عقابا ليهم على اختلاطهم بالبشر هيحرمهم من الخروج لشهر كامل. وقبل ما ينام السلاحف قعدوا يتكلموا عن اللي عاوزين يعملوه لو بقوا عاديين زي البشر وليهم حق التجول في المدينة، لكن ليو قال لهم ان الأحسن انهم يبطلوا تفكير في حاجات عمرها ما تحصل وما يعيشموش نفسهم. بعدها بينتقل المشهد للصوص بيسرقوا مكانه بيهربوا علشان يسلموا الشحنة لواحد اسمه سوبر فلاي، لكن الشرطة بتحاصرهم، وقبل ما يتم القبض عليهم بتظهر حشرة متحولة عملاقة وبتمسك العربية وبتطير بيها المكان آمن. ولما بتعرف سامانتا إن في شحنة جديدة اتسرقت من المواد المشعة، أمرت زميلها إنه يحط أدوات تتبع في كل العربيات علشان يعرفوا مكان سوبر فلاي ويعرفوا برضه هو مين. في اليوم ده بينتهي عقاب السلاحف وبيطلع على السطح يتدربوا، وهما بيتدربوا بتوع منهم قطع حديد، وبتخبط بنت في الخوذة بتاعتها وهي واقفة بتزعق علشان حد رمى عليها حديدة صغيرة، وبيجي حرامي بيسرق الموتوسيكل بتاعها. فبيقرر ليو واخواته انهم يساعدوها علشان يرجعوا الموتوسيكل تاني. راحوا ورا الحرامي لقوه مستخبي في مستودع ومعاه عصابة كبيرة، ولأن السلاحف عمرهم ما دخلوا قتال حقيقي وكل تدريباتهم بتكون منعزلة ما قدروش يواجهوا العصابة أو يتقاتلوا معاهم كويس. فبعدها لما القتال اشتد قدروا السلاحف يتغلبوا على العصابة ويكسروا عربياتهم. ولما جت البنت وشافت السلاحف انبهرت وقررت تكتب عنهم وتعمل مقابلة معاهم، لأنها نفسها تبقى صحفية وتتشير، وقلت لهم إنها بتكتب مقالات عن سوبر فلاي، لكن ده مش هيخليها مميزة لأن الكل بيكتب عنه، ولو كتبت عن السلاحف هتتشير جدا والكل هيتكلم عنها. وهي بتكتب عنهم مامتها بتتصل فبتضطر تمشي، لكنها بتديهم رقمها علشان يكلموها تاني. وهم رايحين بيتهم في المجاري بيقترح دوناتيلو فكرة تخلي البشر يتقبلوهم ويرحبوا بيهم في المجتمع، وهي انهم يبقوا ابطال خارقين ويقبضوا على سوبر فلاي اللي الكل بيتكلم عنه ومحدش عارف يمسكه،
وده يخلي الناس تحبهم وتقبلهم في المجتمع. تاني يوم بيتصلوا بأبريل وبيقولوا لها انها تساعدهم علشان يقبضوا على سوبر فلاي، ولو عملوا كده هيكونوا ابطال خارقين وهتكتب عنهم بسهولة والموضوع يكون شيق اكتر. بتوافق أبريل وبتخليهم يقابلوها في المدرسة، واول ما بتفتح بوابات المدرسة بيفرح الاخوات جدا لانهم اول مرة يدخلوا مدرسة، وقعدوا معاها وفرجتهم على كل المعلومات اللي جمعوها عن سوبر فلاي، وقالت لهم انهم لازم يهزموا كل العصابات علشان يقدروا يوصلوا لسوبر فلاي. وفعلا راحوا واشتبكوا مع عصابات كتيرة، وفي يوم اشتبكوا مع مجموعة وعرفوا ان هم دول اللي كلفهم سوبر فلاي علشان يسرقوا شحنة المواد المشعة اللي جاية، وعرفوا من العصابة مكان مقابلتهم مع سوبر فلاي. ولما عرفوا المعلومات راحوا قالوها لأبريل. في الوقت ده بعت لهم سبلنتر رسالة بيطلب منهم انهم يرجعوا البيت في اسرع وقت ممكن، فبيروحوا بيتهم بسرعة وبتكون أبريل معاهم، لكن اول ما بيوصلوا بيطلبوا منها تفضل بره لان سبلنتر مش من محب البشر وهيتضايق لو شافها معاهم. ولما دخلوا البيت لقوا سبلنتر عمل لهم حفلة انه عارف انهم مهووسين بعالم البشر وجايب لهم بيتزا وصور ممثلين مشهورين، لكن ده ما فرحهمش قوي لانهم بيحلموا بحاجه اكبر. لكنهم شكروه وبعدها خرجوا تاني من البيت وراحوا على المكان اللي هيقابلوا فيه سوبر فلاي، لكنهم ما كانوش يعرفوا ان سوبر فلاي وعصابته هم كمان من الحيوانات المتحوله واقوى بكتير منهم. وقبل ما يقرر سوبر فلاي مهاجمتهم بيتفاجئ لما بيشوفهم ويعرف انهم حيوانات متحوله زيه، وده بيخليه يتعاطف معاهم ويعرف ان الماده اللي حولته اللي اخترعها الدكتور ستوكمان هي الماده اللي حولت سلاحف النينجا. وبيقولوا انهم كده ولاد عمه وبيعرفهم على بقيه العيله. بيعزمهم على نادي المتحولين ولكل حيوانات متحوله، وبيروحوا سوا وبيقابلوا باقي الحيوانات المتحوله وبيكونوا بيحبوا البيتزا زيهم بالظبط. وقتها بيحكي لهم سوبر فلاي عن اول لحظات تحوله ووجوده مع دكتور ستوكمان، وان كل هدف انهم يكونوا عيله واحده هو والحيوانات المتحوله. في يوم من الايام هجمت عليهم جنود مسلحه ودمرت عيلتهم، واضطر سوبر فلاي انه يربي اخواته لوحده. ولما كبروا قرروا يعيشوا مع البشر، كل الناس هجمته وطردتهم، وقرر انهم يبقوا اقوى ويقضوا على البشر علشان الحيوانات المتحوله يحكموا العالم. وعلشان ينفذ خطته دي محتاج اكبر كميه من الماده المشعه علشان ينشرها في الجو ويحول كل الحيوانات لحيوانات متحوله. وبتفاجئ السلاحف ان سوبر فلاي خلاص قدر يجمع كل اللي محتاجه علشان ينفذ خطته، لكنهم ما كانش في ايديهم اي حاجه يعملوها لانهم ضعفاء بالنسبه لكل الحيوانات المتحوله اللي حواليهم دول. وقرروا يروحوا معاه مخبأ ممكن يقدروا يلاقوا حاجه يعملوها ينقذوا بيها العالم. فلما بيركبوا معاه العربيه بيطلب دوناتيلو انه يسوق، وهو سايق بقى بيضغط فرامل فجاه وبيوقع كل الحيوانات من العربيه. في الوقت ده بتكون أبريل بتتتبعهم من خلال الميكروفون اللي مع دوناتيلو، وبياخد العربيه اللي فيها الجهاز وبيهرب. ولما بيدرك سوبر فلاي اللي حصل بيطاردهم وبيقدروا يحاصروا سلاحف النينجا وياخدوا العربيه ويهربوا بيها، لكن دوناتيلو بيمسك الجهاز وبيعطل العربيه، وده بيتسبب في حادثه والعربيه بتخرج عن مسارها، وبيقدر السلاحف انهم ينطوا من العربيه وينجوا بنفسهم في اخر لحظه. بعدها جم جنود سامانتا وحاصروهم وقبضوا عليهم. في الوقت ده شافوا أبريل واستنجدوا بيها، لكنها قررت تهرب واتقبض على السلاحف، وفاقوا لقوا نفسهم في مختبر زي ما قال لهم سبلنتر بالظبط. قالت لهم سامانتا انهم من النهارده ملك ليها، وانها تستخدم حمضهم النووي علشان تبني جيش عملاق محدش يقدر يهزمه. في الوقت ده بيكون سوبر فلاي وعصابته بيبنوا الآلة اللي هيستخدموها في السيطرة على العالم. وطبعا سبلنتر بيكون فاكر ان السلاحف اتخلوا عنه وبعدوا عنه لانهم بطلوا يردوا على رسائله ومرجعوش بيته بقالهم فتره. في الوقت ده بيحس بحد داخل بيته وبيفرح لانه بيفتكر انهم السلاحف، لكن بيتفاجئ انها بنت بشريه واسمها أبريل وبتقول ان السلاحف في خطر. وبيروح يهجم على المختبر، والجنود اول ما بيشوفوه بيقرروا يقبضوا عليه هو كمان، لكنه كان ماهر جدا في فنون الدفاع عن النفس وقدر يهزمهم كلهم رغم ان عددهم كبير، لدرجة انهم جابوا امدادات كتيرة علشان يقضوا عليه، لكنه هزمهم وكان بيقضي على اي حد يقف قدامه. بعد ما هزمهم حرر السلاحف، وبتظهر أبريل والسلاحف وبيشكروها على انها ما تخلتش عنهم. وبعدها قعدوا يسمعوا لوم ابوهم على اللي عملوه، وانهم ساعدوا سوبر فلاي ان ياخد الآلة حتى لو ما كانش قصدهم، وانهم كسروا كلامه وما سمعوش اي حاجة من نصايحه. بعدها بقى راحوا المخبأ بتاعهم. قعد سبلنتر يتكلم معاهم وقال لهم انهم لو دمروا البشر فهم كده هيكونوا زيهم ومفيش اختلاف بينهم، وان الحيوانات قلبها طيب وما تعملش كده، وده بيأثر في جزء من الحيوانات وبيقرروا يتخلوا عن رغبتهم في الانتقام، وانهم ما كانوش عاوزين يدمروا البشر ولا حاجه، وكل اللي بيتمنوه انهم يعيشوا في امان وبحريه من غير ترويع وتهديد. وده بيضايق سوبر فلاي وبيحس ان عيلته خانته، وبيقرر يكمل الخطه لوحده. فبيهاجموها لكنها كانت قويه جدا، هزمت اي حد وقف قدامها ومحدش منهم ابدا قدر يوقفها. فبيتحدوا كلهم وبيمسكوها يرموها على الجهاز، فبتدمر الجهاز وبيقع السائل في المحيط وبيحول سمكة لوحش عملاق جدا هيدمر المدينة كلها. فبيشوف سبلنتر ان دي فرصة مناسبة ان كل الحيوانات المتحولة تتحد وينقذوا العالم من الوحش الجديد ده، وده هيخلي البشر يغيروا نظرتهم للحيوانات. بتروح أبريل ليهم وتديهم بندقية كانت موجودة في مختبر سامانتا بيضربوا بيها الوحش لكنها مش بتأثر فيه، وبيرد بنار حرقت المدينة كلها. فبيزعل السلاحف ان المدينة اللي بيحبوها اتدمرت قدام عينيهم. في الوقت ده بتقتحم أبريل برنامج تلفزيوني وبتحكي للناس عن الأبطال
اللي بيحاربوا علشان ينقذوا المدينة من الوحش العملاق. ولما بيروح السلاحف علشان يهاجموا الوحش بيمسكهم الوحش وبيرميهم بعيد، ولما بيشوف سبلنتر ولاده بيحصل فيهم كده بيحاول يقوم علشان يساعدهم، لكنه بيكون مصاب وتعبان. ولأول مرة بيجي بشر ويساعد سبلنتر علشان يقوم، وبيجي بشر كتير يساعدوهم بدل ما يأذوهم زي كل مرة، وبيساعدوا السلاحف وسبلنتر في انهم يقضوا على الوحش وبيرموا السلاحف المصل، وبيقدر رافاييلو انه يحقن الوحش بالمصل وبيرجع زي ما كان. وكل البشر بيتجمعوا حوالين السلاحف وبيشجعوهم وبيسقفوا لهم على مساعدتهم وانقاذهم للعالم. الكل قبل وجودهم لأول مرة، لكنهم قرروا يفضلوا عايشين في بيتهم في المجاري. وبعدها قدر السلاحف انهم يدخلوا المدرسة زي البشر ويتعلموا ويندمجوا في المجتمع. ولحد كده يخلص الفيديو بتاعنا النهاردة. لو عجبكم ما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا إشعار بكل جديد بنعمله.